واش باقي ما خبطتيش لايك؟ خوتي خبطوا لايكات بقوه واسمع معايا فلا يجوز التشويش على الأمن النفسي والروحي والفكري للوطن بدعوى حرية التعبير أو حرية التغيير نحو الأفضل. كيفاه؟ تغيير نحو الأفضل ما لم يكن ذلك وفق ما أجمعت عليه الأمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سير سيدنا الملك الله يشافيك لينا، ما وصلتش لك أزني أخوي، ما وصلتش الملك، أزني أخويا أزني. سير الملك الله يشافيك. معايا ما لقيتش كيفاش ندير، ما عليناش. كيما شفنا اليوم قضيه ديال التغيير، انت لا حاولتي تغير راه القضيه فيها كتضرب في الامه وكتضرب في البلاد. بغيتي نتبدلوا حشومه، نخليو حنايا مولاهم لقلش يدير جيسكي، الناس توفات وماتت وواحد كيلعب جيسكي. الحداد صاحبي، فعلا الملكيه كتخاف على المغاربه وكتحبهم بزاف. نعم انا اللي خايب، انا اللي بحال اللي خايبين. ما بغيناكم تولوا بحال اسبانيا، بحال المملكات ديال بصح، الدول الحقيقيه. ولكن انت بغيتي تبقى مدلول بابوني اللي جاي يتنخم عليك ويتفل عليك ويتبول عليك ويقول لك انت عندك قيمه، وسيدك راه بين العالم ان ما عندك قيمه، ماشي مشكل. فانا من شفت هاد القضيه ديال المسجد والهضره والسياسه والتخربيق، شفت واحد الفيديو ثاني عجيب وغريب، بغيتكم تشوفوا معايا الخوت باش ما تقولوش اني انا كذبت. صافي، واش باقي ما خبطتيش لايك؟ خوتي خبطوا لايكات بقوه واسمع معايا عاجل الإخوان، واش فراسكم اليوم في الجزائر ما صلاوش صلاة الجمعة؟ عرفتي مناش خافوا؟ من الشعب يحتج إسقاط النظام، قال لهم تبون منعوا عليا صلاة الجمعة اليوم، يلا حتى واحد ما يصلي صلاة الجمعة. هادي تقريبا يومين كنت درت واحد الفيديو، وكنظن ان مع السينيال تمشى. كانوا كيقولوا لعباد الله خوتنا يا خو خرجوا وردوا رسوم الجزائريين ديال خاصنا نخرجوا كاملين نهار 7 اوت اخوتي، ومغرارك اخوتنا، وحنا خصنا تغيير العسكر مات العسكر. شوفوا الفيديو. خوتي المراركه والجزائريين الحرار، نهار 7 ان شاء الله نقوموا بثوره كبيره ضد النظام العسكري في الجزائر. نهار 7 كل شيء يخرج ان شاء الله للشارع، نقوموا بحرب ناخذوا حقنا. كيفاش دولتنا عندها الغاز والبترول وحنا نموتوا بالجوع، ونتكلموا على بلدان اخرى اللي ما عندهم لا بترول وغاز وواصلين وبلادهم قايمه بالواجب، والناس عايشين كيف المروك. يعني الا رحتي للمروك تشوف الحياه كيفاش. احنا نعيشوا في الجزائر نعيشوا عيشات نتاع الكلاب قسما بالله. نهار 7 ونتمنى من خوتي المراركه كلكم بعثوا هذا الفيديو الكل باش يوصل، والجزائريين الحرار ان شاء الله غنخرجوا نهار 7 ونقوموا بحرب ان شاء الله بحول الله. كل شيء يعني عملوا لي متابعه، غادي ندير لايف ان شاء الله في قلب وهران وتشوفوا الجزائريين الحرار كيفاش غيقوموا بهذه الثوره هذه. عملوا متابعه وبارطاجيو الفيديو، وكنحيوا خوتنا المراركه اللي يحبونا ويبغيونا الخير. تحياتي لكم، وكملوا وتكلموا علينا، وتحياتي لكم. وسبتاوا وجدوا راسكم، داكشي كامل اللي درتو ضربتوا لنا ولاد البلاد، ضربتوا لنا المغاربه، تعديتوا عليهم. والمغاربه ديال الطاليان راه ما هابطين لكم ان شاء الله بحول الله، وحنا نازلين لكم. ولاد الفقي بن صالح بني ملال خريب قاوات زنب ولاد بالجعد سطات كلشي هابط لكم. وجدوا راسكم اللي عندكم الباقل بقاتها في العياقه وفيها وتحكروا على الدراوش، وحنا هابطين لوالديكم الكرب. كلموا علينا وتحياتي لكم. هي بصح كاينه واحد الحمله 7 اوت، سمعت كاينه حمله ديال التشجير، يعني غادي يزرعوا الشجر، ماشي يخرجوا ضد النظام ديال البابوني الخانز يا الطحان، لا دي ما كايناش. ولكن هذه القضيه ديال حيت هما دائما سبحان الله في ما يتمنيو شي حاجه للجزائر ربي كيسلط عليهم. ما تيقتيش وقيله. باقي ما خبطتيش، خبط لايك وتستمتع البابوني، استمتع. كبير من المصلين والمواطنين بعد منعهم من ولوج المسجد لأداء صلاة الجمعة.
دولة المدمنين، دولة القنط، البابون، الملعون، المغبون، الزومبي، المدوخ، المداويخ، دولة وهذا مكان باش تعرف انت القيمة ديالك يا البعرور يا البابوني البوسبيري الخانز الفايح السنغولي. منعوك انت من اداء الصلاة، ولكن خصهم يقولوا ان تبون قال لهم حيد عليا صلاة الجمعة. ما كتحياوش ما كتستحياوش. قرودة ديال الاخلاق. كيبان لي الامور واضحة. عرفي ما تمنيو شي حاجة للجزائر ربي كيسلط عليكم. من حفر حفرة لاخيه طاح فيه على ظهره. المهم ما عليناش. فيديو الاخر اللي مهم واكثر، حيت كتعرفوا ان البابوني دائما كيقول لك الكراغيله، الجوع، الفقر، هما سدوا عليهم الحدود. كيقول لك الجوع الذي مسد عليه الحدود وباقي مازال كيقول لي عنده الجوع. كنعرف انا اللي عنده الجوع ما كيسدش الحدود ديالو. الطوابير، الزوع، السميده، الحليب حليب شوف وريناكم البدل وجينا نوريكم مطيشه، حيت انا عارفه عزيز عليكم مطيشه، وحيت مسميني بمطيشه انا جيت نوريكم مطيشه اللي هي فاكهه وخضره ماكله ودواء. والله ينصر سيدنا مطيشه وما لقيت ما تاكلوا البلا عندنا مليون ونصر سيدنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اش مطيشه من المريض 20 مطيشه هاي قول لي ما يا مطيشه الله يطول عمر سيدنا يا ربي الله يطول عمره رحمة الله. A few moments later. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شاب شوف تي في. في هذا الفيديو كنتواجدوا معكم مباشره من الدار البيضاء. جينا نقربوكم من الاسعار الخضر الاساسيه. غنبدا معكم مطيشه اللي الثمن ديالها داير 14 درهم. البصله الثمن ديالها وصل ل 10 دراهم، من بعد ما وصلت ل 15 درهم راه دابا نقصات ولات ب 10 دراهم. لا البصله الحمراء لا البصله البيضاء. والبطاطا كما كتشوفوا الثمن ديالها 9 دراهم الكيلو. يعني كنتمناو على ان الاسعار تنخفض، لانه فعلا كاينين بعض الناس اللي كتجيهم الخضره غاليه صعيب عليهم انهم يشروها، خصوصا الخضر الاساسيه اللي ضروريه، يعني ضروريه تكون في اي بيت. 14-15 درهم للكيلو. هذه دي مملكه الخير والبركه. الكران. واخا شوف معايا هذا الفيديو هذا. شكرا لاخويا رفيق العزيز الغالي. فيديو من قلب الجزائر. في ولاية الوادي ولاية الخير الصندوق تاع الطماطم ب 20,000. وتلقى البرول معلق في الهربين، تلقى الرخاء ربع كواش ب 100,000. 4 صناديق الطماطم ب 100,000. ربي يبارك شباب ورجال وابناء ولاية الوادي. شحال فيه كيلو هذا؟ فيه 25 كيلو 25 كيلو. والسبب كل هذا الرخاء وهذا الخير الله يبارك. هذه كمية بزيد ومنتوجنا كمية دخلت بزيد الواد. ربي يبارك. اذا منتوج الوطن صندوق الطماطم 25,000 على مباشر. مشاهدينا الكرام في سوق الخضر والفواكه ولاية الوادي. 20,000 هي 80 سنتيم. 8 دراهم. 25 كيلو ب 8 دراهم. بابوني 8 ديال الدراهم. 0.80 سنتيم، يعني ما كاملش 10 دراهم، ما كاملاش اورو. 25 كيلو و4 صنادق ب 4 الاورو. ما كاملاش 4 الاورو. شادي تضرب 100 كيلو خويا الجزائري. 25 كيلو كيفاش؟ تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. شتو الخير كي داير كيفاش مدفق. شتي علاش خاص الجزائر ماشي دير السد الحد، خاص دير شي حاجه اكثر. انا والله انا نحشم بلاصتكم. غادي نتكلموا على هذه القضيه ديال الجوع وكذا وهذه.
كاين قبل خصني نسمعك هذا الفيديو هذا مهم بزاف. هذا راه ديال هاد يومين الاجتماع اللي دار اوروبا سبتهم ليليا. اسمع اللي هربان من الجوع الفقر راه قهرك انت ما لقيتي وليتي كتقل خبز واتاي. تفرج وخلي لايك. أوروبا دارت اجتماع وتساند الآن 100% إسبانيا. يعني شفتوا ردود الفعل ديال إيطاليا وديال الدول الأوروبية في بداية الأزمة بأن سانشيز حكومته ضعيفة. هذا الذي أفرح بعض نسميهم تو سامبلومون بعض المعادين لرؤية سانشيز ولمواقفه المشرفة من الإنسانية. ألوغ من بعد جاء بارت دو ويفر وهو رئيس الحكومة البلجيكية وقال لك اش نبحثوا في الأمور. بقاو كيقلبوا لقاو شي أخبار جاية من الكونغرس الأمريكي وقال لك هناك ربما مازال كيقلبوا لأن لي زوروبيان ماشي كيجي كيحط لك ديريكتومون. يقدر مثلا انفعال ديريكتومون ياخذ واحد القرار ولكن كيجلس كي كتفوت الموجة كيجلسوا وكيفكروا. هذا هو الفرق بيناتنا وبيناتهم. حنايا ما كنفكروش كنفكروا بالعاطفة وبالبلا بلا حنايا ولا سوف نفعل وسنقوم لا 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 لا. هو شوف الأول سورتو اوروبا الا بغينا نقولوا اللي عندها اصول جرمانيه مثلا لا فلوندر ديال لا بلجيك شمال بلجيكا هولندا المانيا والفوق السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك هادو باردين كيفكروا ماشي انفعاليين. فرنسا مثلا كيتحركوا على حساب المصالح ماشي سوق. الايطاليين دايرين شويه بحال العرب. فوالا هاد بارت دو ويفر جلس مع الاوروبيين بدا كيقلبوا لقاو بان هناك معلومات غادي يخرجوها للعلن بان شي حاجه كانت مدبره في واشنطن وفي عواصم اخرى. الا هذا الشيء كان صحيح غادي للاسف تكون عنده تبعات خايبه اللي غادي تقدر تاثر على قضايا ديالنا، على تظاهرات دوليه يمكن ان تقام في بلادنا. يعني اذا كان هذا الشيء خطا فنتمنى من الخارجيه المغربيه انها تتدخل وبسرعه، والاعتقاد بان هناك قوى اخرى عندها نفوذ تقدر تدخل باش تغطي هذا ربما نسمي هذه الفضيحه. الا كان هذا الشيء اللي قالوا لي زوروبيان بصح، فالناس اللي كيفكروا بهذه الطريقه ما عندهمش تفكير جيوسياسي. الان اوروبا عندها مشاكل مع ترامب. هذا الشيء ما كيعنيش بان اوروبا الفا الي جوسكو بو يعني للنهايه وغادي تفرض عقوبات لا، لان فهي يمكن انها دير عين ميكا وتميك على هذا المشكل وتوقف هذا المشكل اذا كانت هناك تنازلات اقتصاديه. سمعتوا؟ راه شوف الا قلتي ان الجزائر هما اللي وراء هاد الواقعات سمعتهم ليليا، بينت انك ضعيف ودوله هشه بشه وسهل يخترقوك. قلتي لا راه الميريكان عاونتني هزك الماء شوهتي، وممكن اوروبا تهبط عينيها ولكن تبيع قاعك، بمعنى انك غادي داكشي كامل اللي عندك غتعطيه باش يستروا عليك او يديروا عين ميكا فيك وفي اهليك وطابور رجليك يا وجه الميكا. ما عندك كدير كيما درتي وحده، درتيك لعبه ديال ان كل العالم شاف الفيديوهات المردة والجدارميه والدرك الملكي كان كيتعاون. اذا كان مخطط مغربي امريكي مشيتي فيها، كان اختراق جزائري مشيتي فيها، كيما درتي مشيتي فيها. عندك السياده، حيت ما عندك السياده انت عريان، انت بلبوز، انت السروال ما كتابوش اللي جاي يتبول عليك. كان قلنا ما كتفهموش عيب الله جيو بوليتيك راه صعيب انك تبغي دير فيها واعر وتحاول تلوي دراع سبته اولا اسباني سبته تقول غادي شكون غيكالي عليك. هاي دابا امريكا ما تعقلش على ترامب. الا بان ان فعلا امريكا عندها علاقه بهذه الواقعه، لا راه امريكا بغات سبتهم لي راه قال لك ترامب ان اسبانيا ثاني حشي صبعك الكبير بحق الكوفيتير دهن اما عندك مسكين في كدير. الدوله الوحيده كتقابل عليكم هي الجزائر. كنتفكرها كنقول شوف عباد الله الجزائر شنو كتهزه وباقا رافده الالاف، شنو الاف المئات ديال الالاف المليون على ما كيقولوا. هادشي كله كنتهزه الوحيده. ما كاينش شي بلاد شي دوله هزاكم ولقات معكم والو. اسبانيا تشكى سبتهم ليليا تشكى، ايطاليا تشكى، فرنسا تشكى، اعطيني مصر تشكى، تونس تشكى، ليبيا تشكى، سوريا تشكى. ما كاينش اللي ما كاينش اللي يقدر يتحمل. السنغال لك النهار وقعوا مشاكل ديال المغاربه، لا راه خصنا نربحوا وبانيل كادرها ابراهيم طياز باش خوتنا غادي يقتلوا. ضروري تلقاو شي طريقه باش ضحكوا على المداويخ الحواله.
الهرقاوه ديال الخلا. الوحيده اللي كنتقابلوا هزه الدهم ديالكم هي الجزائر والله. ولكن الحمد لله جا عمي تبون سد الحدود وباقي خدامين باقي خدامين. غير هو نهار غادي تبنى ويلي 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 من تسمع داك الحاجز تشوف داك الصوره معلم ويكون فيه تريسينتي والاشواك والكاميرات والروينه حريره. هذا مكان الخوت. المهم خليو تعليقاتكم ارائكم طوابيركم. نعم سبتها راه هي في الطوابير حتى هي راه جزائريه حتى هي جزائريه حيت فيها الطوابير. نتوما اللي قلتوها ماشي انا اللي قلتها. لايكات بارطاج تعليقات. احبكم في الله. بابوني صبر راسك باتاي. هاتي غالي.